الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في آخر الدرس الماضي كنا أشرنا إلى حديث صحيح اللي هو مطلع يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. أشرنا له إشارة سريعة. بعض الأخوة طلب أنه نفصل في موضوع هذا الحديث. قبل هيك تلاحظوا بأنه القرآن والسنة كثيرا ما أعطوا المسلم فكرة عن المستقبل. هو أصلا الأنبياء دائما لابد أن يكون لديهم بشريات تتعلق وين؟ بالمستقبل. وحتى أي مستقبل، سواء كان مستقبل قريب أو بعيد إلى يوم القيامة، في القرآن والسنة. وهذا من الأمور اللي بتميز الدين، إنه بعطيك أفق المستقبل. في أشياء كما قلنا كانت قريبة، مثلا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. مثلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إلى آخره. مش هيك؟ عم بيعطيهم فكرة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قصة سراقة مشهورة، سراقة، وتبشير الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح فارس وبلاد الرومان. وطبعا أبعد من هيك فتح القسطنطينية، وأبعد من هيك شيء له علاقة بواقعنا الحالي، من فواتح سورة إيش؟ الإسراء. وبتذكروا إحنا سبق تحدثنا في 8 دروس في فواتح سورة الإسراء. إذن في عنا 8 دروس في فواتح سورة الإسراء، يضاف إلها درس تاسع تحت عنوان وعد الآخرة، للإنسان اللي بده يرجع يشوف النبوءة الواردة في فواتح سورة الإسراء المتعلقة بالواقع الحالي. إذن 8 دروس تحت عنوان نظرات في سورة الإسراء، للي بده يدخل في اليوتيوب، نظرات في سورة الإسراء، وأكثركم طبعا أنتم حضرتوها، زائد التاسع اللي هو تحت عنوان وعد الآخرة. إذن الدين بيعطيك الأمل وببشر، بمعنى إنه جهدك أنت يا مسلم يثمر. بعض الناس يظن، طبعا هذه نظرة غالبا ساذجة، يظن إنه أنا لما يكون عندي نبوءات مستقبلية هذا بيؤدي إلى التقاعس، إنه خلاص ما هو يعني بيحصل إنه بيؤدي إلى التقاعس. واقع البشر غير هيك. ولو كان الدين بيعلم إنه النبوءات هاي بدها تؤدي إلى التقاعس، إذا ليش بيخبر فيها؟ بالعكس، يعني أكثر ناس كان عندهم نبوءات مستقبلية في القرآن والسنة الصحابة، وأكثر ناس فعالين حيويين عرفتهم البشرية عبر تاريخها كله الصحابة. والصحابة سبق قلنا استشهد في أرض المعركة 80% من الصحابة الجنود، ومن القادة 60% في أرض المعركة، مع أنهم هم دائما كانوا منتصرين. هم المنتصرين. 80% استشهدوا في أرض المعركة من الصحابة كجنود، و60% كقادة. هذا من خلال دراسات لأسمائهم وكل واحد متى مثلا استشهد. تمام؟ أمة حيوية. لا، لكن هذه النبوءات اللي كانت عندهم كانت تعطيهم الثقة والأمل في المستقبل، لأنه غالبا الإنسان لما بيأس بفرط بالحق. لما واحد بيأس خلاص. ولذلك دائما في الحرب المعنوية أعدائك بيحاولوا يأسوك
انه اصلا الطريق مش يعني وين انت شو بدك مين هاي دول العظمى، هاي كذا هاي كذا هاي كذا كيف فلما بييأس بيبدأ ايش قلنا؟ خلاص بيبدأ اولا يفرط في الحقوق، ثم المجتمعات على فكرة اليائسة مجتمعات تتحلل وتفسد وتنتهي. اكبر خطر على عدوك انه يكون في امل وثقة، لانه الامل والثقة هذا بالمستقبل بيجعلك انت يعني غير قابل انك تخضع وغير قابل انك تيأس. طيب لذلك القرآن الكريم لا يعقل قبل 1400 سنة يتكلم لنا في موضوع المسجد الأقصى وفلسطين قبل 1400 سنة إلا لأنه ما أو الشيء اللي راح يواجهوه المسلمين في ذاك الزمن بعد 1400 سنة اللي هو أنتم يعني شيء ضخم ممكن يعني يؤدي إلى أن الأمة إيش كما قلنا تيأس، ثم هي تذوب في عدوها القوي الغني المتطور تكنولوجيا إلى آخره، تذوب فيه وتدور في فلكه. لكن الدين بيحفظ من خلال ايش؟ بيعطيك تصور واضح، اولا تصور واضح عن اعداء الحق، وتصور واضح عن المآلات. قل للذين كفروا ستغلبون، من اول يوم كان يقول لهم ويفصل لهم كيف راح تنتهي الامور. اولا هو حرب معنوية له بالنسبة حرب معنوية تجاهه ورفع لمعنويات المسلم. لذلك المسلمين دائما لما بكون في ثقة فيش مجال ينهزوا، هذه مسألة مهمة. إذا ما نتصور إنه نبوءات يعني تقاعس، عمره ما كان عند الناس لما تكون نبوءات تقاعس، بل هي مفتاح للأمل. معناته أنت كل ما بتفعله له في النهاية نتيجة، حتى لو ما كانش له نتيجة دنيوية. بالنسبة للمؤمن إيش؟ ما هي الأخروية أهم، ما هي النتائج الأخروية أهم. أما في النهاية كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وأهم شيء الفكرة، طبعا أهم شيء الفكرة، لأنه العداء اللي بيقوم بين البشر لما بتدرسوه مظبوط بتجدوا أساسه نقول فلسفي عقائدي ثقافي بين كل الأمم. وإذا بيجي يوم نستعرض حتى كل ما بتعرفوه من صراعات قائمة في الأرض راح تكتشفوا إنه غير صحيح المسألة مبنية على أساس مصالح، لا، أساسها عقائدي فلسفي ثقافي. وبنفهم ليش بيعادوك أنت بالذات، ليش بيعادوك، ليش بيخافوا إنك تنهض، ليش بيحاولوا يحاصروك، ولكن في قدر أقوى من الجميع، والله سبحانه وتعالى معطينا تصور للمستقبل. هذه مقدمة الأولى في موضوع قبل ما نتحدث في الحديث. وخليني أخذ من أعدائنا شوية. هم لما جمعوا الناس في فلسطين، جمعوا الناس من أرجاء العالم، اليهود يعني في فلسطين، أيضا كانوا يعرضوا لهم نبوءات موجودة في التوراة، وأن التوراة تنص على العودة إلى هذه الأرض. هذه استخدموها مشان يشحنوهم. ولما يكون الشحن ديني هذا قوي. حتى الملاحدة منهم زي بن غوريون وغيره، ملاحدة هم أصلا علمانيين لكن بيستخدموا الدين، قالوا راح نستخدم الدين لعند ما تنتهي أغراضه. تمام، استخدموه. واحد زي هيرتزل قاد من أول يوم المؤتمرات الصهيونية وكان متزعمها. على فكرة هيرتزل يعني كان صغير سنة 1897 لما يعني عقد أول مؤتمر صهيوني. أول مؤتمر صهيوني عقد في بازل سنة 1897. كان عمره 37 سنة، كان عمر هيرتزل 37، وهو كان زعيمهم كلهم. وعلى فكرة توفى صغير في حدود 44 سنة توفى هو، لأنه هو توفى في حدود 1904 مواليد 1860 هيرتزل. الآن هيرتزل قبل وفاته بسنتين 1902
كتب قصة، أخرج قصة، هذه القصة خيالية، بتخيل كلها من الخيال. هذه القصة تحت عنوان أرض قديمة جديدة. مين هي الأرض القديمة الجديدة؟ فلسطين. قديمة إنهم كانوا موجودين، يعني جديدة بدهم يعودوا لها. أرض قديمة جديدة. هذه القصة تقريبا في حدود أكثر شوية من 200 صفحة. أرض قديمة جديدة، يتخيل فيها، خيالات كيف راح تكون فلسطين بعد 20 سنة مما كتب. طبعا من 20 ل 25، من 20 ل 25 سنة أكثر، يعني لأنه يعني كيف بتكون سنة 1900 مثلا نفرض و23، هو كتب قلنا سنة 1900 ايش واثنين، أعطى تصوراته إنه بعد 25 سنة من هذا كيف بتكون البلد. وبيبدأ طبعا بصيغ القصة، وبتكتشف إنه بعد ما كانت البلد هذه بلد يعني متخلف وفقير وتفاصيل، كيف إنه هذا البلد بينهض ومصانع وتفاصيل، يعني خلال 20 سنة بيكون كل شيء متغير. مين اللي أساس التغيير؟ طبعا بيوصف، إذا هو يصف فلسطين بعد 25 سنة من ما كتبه اللي هو 1902، كيف بتكون. هذا بالكم القصة هو وضعها ليش؟ هو وضعها حتى وهي خيال. هذا مش مستمد من عقيدة دينية وحي سماوي، لا، هذا خيالات زعيم بتخيل. هو القصد بده يضع بين ايدين اليهود ما يرفع المعنويات، وهذه البلد تصوروا شو راح تكون بعد 25 سنة من الآن، وإذا بها بلد متقدم، مصانع، تفاصيل. بس خلينا شوي يكون موضوعيين. هو الرجل لما بتقرأ قصته وخيالاته تشعر انه هو ما طرح انه اليهود بدهم يطردوا الفلسطينيين، مش مطروح في كتابه. في تخيلاته موجودين المسيحيين والمسلمين وكل شيء، وحتى العرب يعني راضيين ومبسوطين، لانه اصلا يعني هالنعمه هاي اللي نزلت عليهم من اليهود، وكيف انه اليهود كان لهم دور في التطوير وفي كذا واغناء البلد. هو ما بيطرحش موضوع على فكره في خيالاته هذه، ما بيطرح موضوع يعني ازاله او طرد الفلسطينيين بالمره، بيطرحهاش في قصته اللي بتخيلها هاي، اللي هي بده يعطي شحنه للشعب اليهودي. بس على فكره خلينا شويه نعقب او هون نلفت انتباهكم لمسألتين. المسألة الأولى إنه كثير كنت أسمع من بعض الشباب إنه هيرتزل كان عنده تصور إنه بعد 50 سنة بدها تكون الدولة قائمة. هذا غير صحيح، ما كانش عنده هذا التصور، بالعكس تصوره بعد 25 سنة من 1902 لما طلع بقصته اللي هي أرض قديمة جديدة، كان متصور انه كل شيء تمام بعد 25 سنة. فمش عارف منين بيجيبوها هاي قضية انه هيرتزل كان متوقع بعد 50 سنة، وكيف انه لما خططوا وتخطيطهم وفعلا نزلوها على ارض الواقع بعد 50 سنة. هذا الكلام ما وجدتوش، بل بالعكس كما قلت انه هذا اللي موجود في كتابه القصة الخيالية هاي أرض قديمة جديدة، هو بتصور بعد 25 سنة من 1902 بيكون كل شيء تمام، وفي عرب وفي مسيحيين ومسلمين وكله مع بعض وحابين بعض، وهالنعمة هاي اللي هي نعمة اليهود اللي الله بعث لنا اياها احنا في خيالاته. هذه قضية ننتبه لها، لانه كثير بيروجوها، قال انه يعني كيف هم جنب بالضبط توقعوا 50-50، منين بيجيبوها مش داري. تمام، هاي واحد. اثنين، هيرتزل في المؤتمر الصهيوني السادس اللي هو 1903، لأنه هو توفى 1904، في المؤتمر الصهيوني السادس 1903 هيرتزل كان يائس من موضوع فلسطين. هاي كمان تعرفوها، كان يائس من موضوع فلسطين، وباطح في المؤتمر السادس
انه احنا لازم يكون مشروعنا في اوغندا زي ما طرحت بريطانيا. مشروعنا في اوغندا، انسوا فلسطين. هذا بهرتزل سنة 1900 ايش و3 قبل وفاته بسنة، وبعد قصته بسنة اللي نزلها، وبتصور كيف تكون فلسطين. يعني بمعنى اخر شاف الامور مش ماشية، خصوصا الدولة العثمانية يعني عقبة. راسلوا الخليفة عبد الحميد، راسلوه وحاولوا، وجدوا عبد الحميد صخرة امامهم، صخرة. وهون خليني اتوقف شوية في عبد الحميد. في السبعينات يوم بفتح مجلة العربي وانا في دمشق، اشتريتها المجلة العربي من كنت في دمشق في السبعينات. هذا بفتح وبقرأ واذا في صفحات ايش ممزوعة. طيب اعطيني بالله عدد ثاني ممزوع، كل الاعداد اللي تباع في البلد ممزوعة صفحات من مجلة العربي. طبعا فيما بعد ظليت عبين ما روحت ادور على العدد حتى اشوف شو الصفحات ايش الممزوعة من العدد اللي ممنوع يقرأها الشعب السوري في حينه. واذا به وثيقة من ايام السلطان عبد الحميد وموقفه من قضية فلسطين، وكيف انه كان بدهمش، لانهم بدهم يزوروا التاريخ في اذهان البشر ويزعموا بالقومية اللي هم هي القومية في النهاية اللي زعموها اثريتهم بقتلوا البشر. يعني قومية هاي اللي بقتلوا الناس وبفرقوا الامة. بعدين انت اذا كان وثيقة تاريخية هاي ومكتوبة في مجلة، انت ايش دخلك لما بدك تدخل مجلة تمزع وما تخليش الشعب يقرأ ويعرف ايش السلطان عبد الحميد وايش موقف عبد الحميد من القضية الفلسطينية؟ وبالتالي بعد ما راح عبد الحميد انو اللي ضيعها اصلا، وانو اللي بضيع قضية فلسطين لليوم. انتم شايفين الجواسيس اليوم شو بيعملوا، وحكينا كثير في موضوع الجواسيس. طيب الان اذا هو هيرتزل وجد حاله امام صخرة في المؤتمر السادس 1903. قالوا لهم خلاص اوغندا اعملوا تصويت. طبعا اثر هيرتزل التصويت، من اللي نجح؟ اوغندا. ورفعت نزلت خارطة فلسطين اللي كانت معروضة في المؤتمر السادس، نزلوا خارطة فلسطين وطلعت خارطة اوغندا. اذا مات هيرتزل ومشروعه وين راح؟ على اوغندا. وقصته اللي هي قديمة ما زبطتش القصة. وهذول الناس اللي بيقولوا انه شوف تخطيطهم يا سبحان الله، وكيف كان يقول هيرتزل مات وهو بده اوغندا مش فلسطين. تمام؟ وهذا الكلام اللي بقوله مثبت تاريخيا. ومن الناس اللي قالوا ايضا اللي هو حييم وايزمان، اول رئيس دولة لاسرائيل، مش رئيس وزراء قلنا، اول رئيس دولة لاسرائيل، في مذكراته بذكر الصراع اللي تم في المؤتمر السادس وكيف انه هيرتزل، وفي الاخير هو طبعا حييم وايزمان كان ضد هيرتزل في هذا الموضوع. حييم وايزمان ما هو قادم من روسيا. وحييم وايزمان هذا جيد اقول لكم عنه شوية في مذكراته. شو بقول وقد التقيت بلينين في اكثر من مؤتمر صهيوني. التقيت بلينين شو كان يروح يسوي يا اخوي في المؤتمرات الصهيونية؟ وقد لاحظوا شو بقول بالضبط في مذكراته حييم وايزمان. وقد اللي هو فيما بعد كان رئيس الوكالة اليهودية، رئيس الوكالة اليهودية، وبعدين صار رئيس الدولة مش رئيس الوزراء، أول رئيس دولة لإسرائيل. وقد التقيت بلينين في أكثر من مؤتمر صهيوني، وقد كان يهوديا وكان يشبهني كثيرا، حتى أن البعض كان يدعوني أحيانا مسيو لينين. ليش مسيو؟ طبعا ليش مسيو؟ لأنه كانت المؤتمر وين ينعقد؟ في فرنسا. كان المؤتمر ينعقد في فرنسا. وفعلا انا لما شفت وانا بقرا في مذكراته على طول رحت لصورته عشان اشوف. بقول وقد انا يشبهني كثيرا، واذا به ما بتفرقوا عن لينين اطلاقا، وحالق نفس الحلقه ونفس السكسوكه الموجوده للينين هو، بحيث لو اجى واحد عرض عليك مين هذا بتقول له لينين. اذا وقد التقيت بلينين في اكثر من مؤتمر صهيوني، وكان يهوديا. شوف شو بقول عن لينين، وكان يشبهني كثيرا.
حتى أن البعض كان يناديني أحيانا، يعني يختلط عليه الأمر، مسيو لينين. تمام؟ إيش اللي جاب لينين؟ طيب المهم، فحييم وايزمان هذا بتحدث عن المؤتمر السادس والصراع اللي تم وكيف نزلت خارطة فلسطين وطلعت خارطة أوغندا. مات هيرزل سنة 1904، مات 1904 في المؤتمر السادس، عفوا السابع، قلنا السادس الآن السابع. في المؤتمر السابع بالتصويت رجعت خارطة فلسطين، نزلت خارطة أوغندا، طلعت خارطة فلسطين. في قدر، في قدر في الموضوع، بده يغلب القدر. في كلام في القرآن من أول يوم كيف راح يصير الأمر وكيف في النهاية، وراح يكشفوا الناس إنه هذه القضية هي القضية اللي شكلت استفزاز للعالم الإسلامي كله، وطورت في الوعي، وأسقطت أفكار كثيرة وفلسفات، وحمت الأمة في مرحلة من مراحل، وفي النهاية نقلتها نحو العالمية. انتم قضية فلسطين راح تنقلكم نحو العالمية، مش بس موضوع إقليمي وحل قضية فلسطين مع اليهود. هذا صراع عالمي هذا. والأمة الآن قدها بغروكم يعني وجود الجواسيس هذول خلاص، طالما انكشفوا انتهى الموضوع. طالما انكشفت الجواسيس خلاص الأمة أصبحت أمام الحقيقة خلاص. الآن نرجع للحديث. إذن أول شيء قبل الحديث اللي يوشك، خليني في حديث هنا في سبق ذكرناه قد في أكثر من درس، بس نذكركم فيه بخصكم. سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن مين يعني الصلاة مين أفضل، الصلاة في المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى؟ في المسجد النبوي مين الصلاة أفضل يعني ثوابها أكبر، في المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى يعني بيت المقدس؟ لاحظوا الإجابة، إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أول شيء قال، طبعا أعطاهم يعني إنه الصلاة في المسجد النبوي ثوابها أكبر، تمام، ثوابها أكبر، خلصنا. ولكن شو عقبوا؟ قال لاحظوا ولا نعم المصلى هو. هاي طب خلص كان يقول لنا إنه خلص ثواب في المسجد النبوي 4 أضعاف مثلا، ضعفين، تمام، وخلاص على قد السؤال. شو كانت تكملة الكلام؟ ولا نعم المصلى هو ولا يوشكن. إذن في ديروا بالكم في أكثر من عامل في موضوع الثواب. هو بتقول لي الصلاة في من أكبر، طب ما في عوامل أخرى غير موضوع إنه الصلاة في مضاعفة، في شيء ثاني بيضاعف الثواب في غير قضية إنه صليت أنا فيه. فكان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه الصلاة في مسجد كذا والصلاة في المسجد الأقصى، لكن ولا نعم المصلى هو ولا يوشكن. خليني أوقف عند يوشك هون، يوشك لأنه راح تيجي معنا في الحديث الثاني. يوشك هي بسموها من أفعال المقاربة، من أفعال المقاربة يعني اللي بدل على قرب في الزمن. لكن أنت لما تدرس الموضوع عند أهل اللغة أكثر، عند أهل اللغة أكثر، كاد هي اللي بتكون يعني فيها الزمن قريب كثير، مش هيك يا شيخ؟ فيها الزمن قريب كثير. ولكن بتجدوا من أهل اللغة من يقول إنه يوشك تشبه عسى، وفيها تراخي، وحتى بعض علماء اللغة قال هذه مش من أفعال المقاربة. فإذا ما تظنوش إنها هي يعني يوشك أخرى شوية، هذيك يا كاد. فاستخدام يوشك الآن ما تأخذناش، لأنه أنا هون راح يكون في حديثين فيهن قضية يوشك. اللي فعلها يعني
وشك، مش وشك طبعا، وشك ضعيفة، وشك. طيب يوشك ولا يوشكن. إذا خلصنا من قضية يوشك، إنها تراخي في الزمن ولا إيش؟ هي من أفعال المقاربة ولا بتشبه عسى وإلى إلى آخره. بس عسى فيها رجاء طبعا، مش موجود في يوشك. طيب لاحظوا، ولا يوشكن أن يكون، أو ولا يوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض. وسبق قلنا شطن الفرس يعني قديش؟ متر مربع يعني من الأرض. ما هو شطن الفرس اللي هو حبل الفرس، الحبل الرسن يعني الرسن. في أحاديث ثانية ذكرت شطن وغيره، بيدل على انه المقصود فيه هذا ما يساق في الدابة هاي الفرس. طب هذا قديش طوله يعني في النهاية لو بدك تضبطه على الأرض أقل من متر مربع، أقل من متر مربع. ولا يوشكن أن يكون، ولا يوشكن لأن يكون، ولا يوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس. يعني بيش الرؤية البصرية، انتم بتشوفوا بيت المقدس ولا لا؟ لما تطلعوا من المسجد بالعين البصر نشوفه ولا ما نشوفش؟ مالكم انتم بطلتوا تشوفوا؟ نعم. اذا عم بعطيك المدى. ولا يشكن ان يكون للرجل مثل شطن فرسه من الارض حيث يرى منه بيت المقدس. المتر هذا اللي انت فيه بحيث يكون بيت المقدس في حدود الابصار خير له من الدنيا جميعا، خير له من الدنيا وما فيها. ايش يعني؟ انتبهتوا؟ ايش يعني؟ معناته المسألة بتسأل كأنهم بده يقول لهم الرسول انت بتسألوا الصلاة فيهم قديش ثوابه؟ طب ما هو راح يجي وقت عليه. انتبهوا الآن كيف صارت المسألة؟ راح يجي وقت عليه اللي بيكون موجود يعني في قطعة صغيرة من الأرض بحيث يرى بيت المقدس، بس يشوفه، بس مش يصلي فيه كمان، بس يشوفه. خير له من الدنيا جميعا، خير له من الدنيا وما فيها. روايتين. تمام؟ انتبهنا ايش القصد؟ كيف انه الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم. شو يعني؟ لا هو خير له من الدنيا وما فيها، روحت الدنيا. اذا ثواب عظيم الصمود في هذا. ولذلك هو الصراع اليوم بيشتد وين؟ شو هالصدفة هاي بيشتد وين؟ مش بيشتد في دائرة مداها الرؤية. يشتد الصراع وين اليوم؟ بيشتد الصراع على القدس اليوم وين؟ في الدائرة اللي مداها الرؤية. معناته اللي بيصمدوا في داخله حتى لو ما صلوا فيه، حتى لو ما صلى. بتسألوني عن الصلاة؟ كانوا بده يقول لهم تسألوني عن الصلاة؟ راح يجي يوم اللي بيثبت على متر مربع واقل طبعا حيث يرى بيت المقدس، هذا افضل له من الدنيا وما فيها. مش الساعة كمان قديش الصلاة فيه، بس تشوفوا. ليش بس تشوفوا؟ قلنا لانه هذا هو الدائرة اللي بده يكون الصراع فيها اشد ما يمكن. ليش؟ لانه مسوغ اليهود في الوجود هون وجابوهم بيت المقدس. واحنا سبق قلنا لكم من اكبر اخطائهم انهم احتلوا بيت المقدس، لانه الامة الاسلامية ولا يمكن انها تهدى وبيت المقدس محتل. والله مورطهم الجماعة في بيت المقدس، ورطهم في بيت المقدس اللي هو بده يجيب حتفهم، واوشكوا انهم يوقعوا. اذا بتذكروا ايام شو اسمه كان وقتها رئيس الوزراء الاسرائيلي، وزير الدفاع هذا باراك. ما هو باراك راح وخلص وبده يوقعوا تفاصيل وكل شيء تمام ويحلوا ويحلوا تمام. والاخير مين طلع لهم؟ الاقصى. إلنا تحت وإلكم فوق، صاروا يقولوا إلنا تحت وإلكم فوق. شو مو فوق؟ هذا بنهد بضل تحت. هو الأقصى شو هو؟
الاقصى هو البناء، هو ما هو الاقصى الموقع، ما هو الاقصى الموقع. ولذلك اذا بتلاحظوا من 67 لليوم هم عارفين قديش حساسية الموقف، من هون من هون من هون من هون من هون، عبين ما تيجي الامور ايش مناسبة، فاهمين، بيدرسوا تاريخه بيعرفوا انه اساس كله الاقصى. ولا يشكن ان يكون للرجل مثل شطن فرسه من الارض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها، خير له من الدنيا جميعا. حتى يعرفوا المرابطين انه يعني هاي قضية اللي بيعانوا دلع بالنسبة لايش؟ للثواب العظيم بما في انتوا هاي بتشوفوه من هون، بتشوفوه من هون بالعين المجردة، تثبتوا اذن في هذه الدائرة. تمام. طيب نيجي لحديث يوشك أهل العراق، يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. القفيز، لاحظوا القفيز اللي هو مكيال أهل العراق، بتعرفوا حسب البلاد، المكاييل كانت أسماءها حسب البلاد. وعندنا كان مشتهر زمان هنا المد والمدي والصاع. والصاع ما هو لأنه في كتب الفقه يعني، والمد ثبت يعني صار لكن هي بتختلف البلاد كانت في التسمية. يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم، يجبى إليهم معناته المسألة إيش؟ بيجيهم المسألة مش مسألة زراعة الآن عندهم، لا، يجبى إليهم. يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. أولا مين اللي قال هالكلام؟ أولا اللي قال هالكلام مش الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض التابعين كانوا موجودين في مجلس الصحابي جابر بن عبد الله، موجودين في مجلس الصحابي جابر بن عبد الله. في أثناء الكلام بقول لهم جابر يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم، ما يجيهمش يعني، ما هو طالما مكيال معناته القضية متعلقة بالجانب الحبوب والقضايا الاقتصادية، هاي زمان كان كل اعتماد الناس واليوم على ايش يعني في حياتهم، مش هيك؟ ولا درهم اللي هو الجانب النقود يعني الأثمان الدرهم، وغالبا الدرهم كان يكون ايش؟ فضي. يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. استغربوا، قالوا له من أين ذاك؟ يعني من أين ذاك المنع؟ مين اللي يمنع؟ هذول بيسألوا إذن التابعين اللي بيسمعوا للصحابي. الآن الصحابي هو لاحظوا كل الكلام منه، بس لا يعقل انه يتكلم في قضية غيبية زي هاي الا ماخذها من الرسول صلى الله عليه وسلم، بس هو بصيغ الكلام الآن. بعدين لما بده يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم بقول، اما هو ماخذ المعلومة من الرسول صلى الله عليه وسلم الآن بصيغ لهم اياها هو، فبقول لهم يوشك، لانه مش معقول هو بتنبأ بالغيب جابر بن عبد الله، وهذا اللي بيسموه العلماء بيسموه الحديث الموقوف على الصحابي، يعني له حكم المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، موقوف على الصحابي، لأنه الحديث اللي يسمى موقوف هذا على الصحابي، والمقطوع على التابعي، والمقطوع غير عن المنقطع. المقطوع يعني التابعي، إذا قالوا جاء في الحديث المقطوع يعني للتابعي، وجاء في الحديث الموقوف يعني الصحابي، وجاء في الحديث المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأحاديث الموقوفة على الصحابة ولها حكم المرفوع. ليش؟ لأنه الصحابي مش معقول يعني هو بيعلم غيب، هو هذا إذا ماخذها عن الرسول. زي لما نشوف الصحابي بيصلي بدون ما يقول إن هيك كان يصلي الرسول، شو بنفهم إحنا؟ إنه هيك كان يصلي الرسول، مش هيك؟ تمام؟ قالوا له من أين ذاك؟ يعني مين يمنع؟ ولاحظوا قضية مين يمنع. طب زمان بالمفاهيم أو عفوا بالقدرات القديمة
طاقة البشرية قديما أنا بفهم يحاصروا بلد بغداد، البصرة، الكوفة، مش هيك؟ اللي بتحاصر ايش؟ العراق. كم مليون بده العراق في ذاك في المعطيات القديمة حتى تمنع انت الدخول؟ طب بدخل من جهة الشمال، بدخل من جهة الشرق، من جهة الغرب، من جهة الجنوب. هذه مسافات هائلة، أن يجيوش كم مليون يعني تيحوطوا البلاد. غير اليوم المسألة ما هي بتعرفوا هذه الدول لازم تشترك في الموضوع، دول سنين وأقمار صناعية وتفاصيل، ومع ذلك ما بيقدروش يمنعوا الماء تمر، بيقدروش. تمام. طب قديما إذا هذا مش ممكن، قديما هذا مش ممكن. قالوا له إذا سألوه قالوا له من أين ذاك؟ يعني من أين ذاك المنع؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك، يعني يمنعون ذاك المنع. العجمي كل من هو غير عربي، يعني لسانه مش عربي، لأنه شو قابل في القرآن الأعجمي؟ عربي. اللي في القرآن الكريم اللسان الأعجمي شو قابله؟ العربي. معناته غير العربي ايش هو؟ أعجمي. قال العجم من قبل العجم يمنعون ذاك المنع، العجم من كان غير عربي. وأذكر لما حوصرت العراق، وانتم بتذكروا من سنين طويلة لما حوصرت العراق جبنا هذا الحديث وقلنا لكم واضح من سياق الحديث انه راح يكون في حصار للشام. اذا بذكر بعضكم لما قلنا اي شام اللي راح تحاصر، مين كان حاضر فيكم؟ هاي في واحد كمان، هاي اثنين، هاي ثلاثة، ايه هو ما كانش في شام ولا حصار شام ولا اي شيء. ليش؟ طب منين جاء الشام في الحديث؟ ثم قال، هذا الراوي مين الآن؟ التابعين. مين اللي قال؟ جابر. ثم قال يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي. طبعا احنا مش معنيين اليوم نفهمكم قديش المدي وقديش القفيز بوسع، يعني مكاييل مكيال أهل الشام ايش؟ هون المدي. ايش هو المدي الآن؟ وقديش هو؟ شو بوسع؟ ما بيعنيناش، بيعنينا انه الكلام عن مكيال، عن المكاييل اللي لها علاقة بالجانب الاقتصادي، حبوب ومش حبوب وغيره، والثمنية المتعلقة بدينار ودرهم. يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم، لاحظوا، مدي ولا دينار، أو إذا بدنا بالضبط زي ما قال دينار ولا مدي. قالوا له، قلنا من أين ذاك؟ مين يعني من أين ذاك المنع؟ يعني من أي جهة بيجي هذا المنع؟ هالمرة شو قال؟ العجيب، لاحظوا، الروم يمنعون، الروم من قبل الروم، يعني يمنعون ذاك من قبل الأولى العجم، كل من كان غير عربي. والغريب فعلا في موضوع حصار العراق، إذا بتلاحظوا اشتركت الأمم المتحدة كلها بقرار حتى دولي، اشترك قرار دولي كل الدول. والدولة الوحيدة اللي رفضت وقتها كانت في مجلس الأمن دولة عربية، قالت لا أنا مش موافق. فصفى مين اللي قرر وعلى أساس تطبق الدول؟ مين المانع الحقيقي كان اللي بيمنع؟ العجم، كل من هو غير عربي. العجيب في موضوع الشام اللي طبعا جابر بن عبد الله على فكرة ما حكى لنا بالضبط ايش موضوع الشام، يعني شو قال الرسول بالضبط، ما قالش هو ما قالش. هذا ننتبه له، يعني التعبيرات لحد الآن تعبيرات جابر عن معلومة عنده، أما ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ندقق على كل لفظة، ما قالش قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قالوا له من أين ذا؟ قال الروم.
احنا سبق بينا لكم انه الروم يعني الغربيين اليوم، حتى الامريكان، لانه الامريكان منين جايينهم؟ ما هم من اوروبا، ما هم مش الهنود الحمر اللي بيمنعوا اليوم. الامريكان البيض هدول منين جايين؟ من البلاد اللي كان فيها روم. وسبق بينا لكم انه من يزعم انه الروس روم، بينا وفندنا انه لا علاقة للروس بالروم. في درس من دروس غلبت الروم، بيقدروا يرجعوا له في اليوتيوب، غلبت الروم، بينا انه هذه كذبة كبيرة الزعم بان الروس روم، لانه في بعض الناس بيحاول مثل هذه الاحاديث وغيرها يجيرها وفق السياسة، يعني الدين بيجعلوه خادم للسياسة، مش السياسة تكون خادمة للدين، فبصيروا يحرفوا. فبعضهم انا وجدت على في اليوتيوب وغيره قال يزعمون انه الروس روم، والروس لا علاقة لهم بالروم، لا علاقة لهم بالروم، تمام؟ وبالعكس الروس بيلتقوا مع الايرانيين في اصولهم من ناحية تاريخية، ولما نزلت آية غلبت الروم وهالتفاصيل، اصلا الروس ما كانوش مسيحيين، وين صاروا مسيحيين؟ فصلنا لكم في درس من الدروس مشان نبين كذب الذين يزعمون ان الروس روم، مشان يقولوا انه احنا والروم راح نقاتل في معركة ضد عدو. احنا والروس بدنا نقاتل في معركة ضد عدو، يا كذابين. الروس روم يعني مشان تقولوا قتل الشعب السوري ولا قتل مين؟ يعني انتبهتوا؟ يعني السياسة كيف تلعب؟ اعرفوا انه مش الروم. صار معروف الروم مين. اذا قلت الايطاليين روم نعم، اذا قلت اليونان روم نعم، كذا الاوروبيين بشكل عام اليوم اللي تبنوا فيما بعد المسيحية. والكلام هون مش عن المسيحية، الكلام هون عن جنس الروم. الروم يمنعون مش العجم. ولذلك اني شام طيب ما قالش، لانه ما جبناش حديث الرسول بالضبط ايش قال ما قالش. اني شام احنا شفنا شوية هون عندنا 17 شهر من قطع الامدادات، ما هم اليوم صاروا بدهم يعملوا الشعب شحاد مشان يظلوا تحت سيطرتهم. وهي شفنا غزة اللي هي جوهرة الشام، تمام؟ وكلمة شام زمان سبق قلنا لكم شام من النيل للفرات، الشام اصلا بشكل عام، وبلاد الشام لبنان سوريا الاردن فلسطين، ولكن الشام المقدس مين؟ الشام الجنوبي فلسطين. وغالبا لما يكون الرسول شام بالدرجة الاولى كان بيقصد ايش؟ فلسطين. وخيار اهل الارض الزمهم مهاجر ابراهيم، تمام؟ ولاحظوا الان طب غزة وهيو هم يقاتلوا الشعب السوري وبيضيقوا عليه من هون ومن هون ومن هون. ثم سكت او ثم اسكت. طبعا في اللغة ايش الفرق بين سكت واسكت؟ سكت بتعرفوها، واسكت يعني اطرق، ويبدو انه هي الادق اسكت اللي هو مين؟ جابر. ثم سكت ثم اسكت. هنية او هنيها يعني شوية اطرق يفكر كأنه جابر. لحد الان على فكرة ما قالش قال الرسول، لحد الان عم بعطي المعلومة اللي ماخذها من الرسول. والعجيب توافق الثنتين، ما انتهى حصار العراق الا بدينا نشوف وين بنتقل الامر، وين؟ الشام. واني شام بالدرجة الاولى فلسطين. ماشي. هل ضروري انه يروح لكل بلاد الشام؟ مش ضروري، لانه احنا ما قالناش هو بالضبط جابر شو قال الرسول حتى ندقق في العبارة. واعطانا معلومة بس انه في حصار في الشام، في حصار في الشام بس. احنا شفناه الان. كنا نسأل زمان هذا حصار العراق هيو امامنا، فاين حصار الشام؟ هيك نسأل كنا. هيو. ثم اسكت هنية او هنية اطرق. وقال جابر يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا.
لا يعده عدا. يعني حصارين بيجي بعدهن فرج. هو أطرق جابر، احنا مش عارفين شو بفكر جابر، لكن جابر لما ذكر الحصارين حب يقول لهم انه هذول الحصارين يعني مؤقتات ما هن، لانه راح يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يكون في اخر امتي خليفة يحثي المال حثيا. طب شو علاقة حثي المال؟ لانه الكلام عن ايش؟ عن ضيق في المال، ولا يجبى اليهم، وحصار ولا يجبى اليهم. واليوم على فكرة اليوم الدول اذا زمان كانت الدول ممكن تستغني بما في داخلها من زراعة وغيره، اليوم تقدرش تعيش الا لما تتعامل مع بعضها. حتى اقوى دولة في العالم تحتاج انه اخذ وعطاء، فانك تيجي تمنع ان يجبى اليها. قلنا زمان انه ما بتقدر تحاصر العراق، انت تحاصر بلد. اذا معناته من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لزماننا هذا ما بيحصلش هالكلام، ما في دولة بتقدر تمنع. معناته الكلام بتعلق بزماننا، معناته الكلام يتعلق بزماننا لما صار في امكانية انك تعمل منع على ايش؟ على مساحات هائلة دول. وبرجع اقول شام مش بالضرورة كل الشام، لانه احنا حديث الرسول ما قال لنا يا شو، لكن شفنا حصار في الشام في بعض، سواء كان هون شفناه شوية، مش كان عندنا وفي غزة شوية، وعندنا 17 شهر ما بقبضوش المعلمين والمدرسين والموظفين قصدي والى اخره شوية. وبعدين انتقلت لشديدة وين؟ شديدة في غزة ولا تزال. ثم اسكت هنية وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال أو يحثي المال حثيا. طب هو لغة على فكرة أنو الأشهر يحثو. طب يجوز يحثي؟ إذن يحثو وهذه الأشهر الأكثر استخدام يحثو. بس احنا الآن طبعا موجود يكون في آخر أمتي، بس الآن كيف ربط جابر؟ ليش أنا ركزت إنه في كلام لجابر، في فهم لجابر، بس هو بتكلم عن حصارين وفي فهم لجابر كيف نقل حديث. لذلك هون في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هون قال هناك ما قالش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة. بس يا عماد، ما هو انت اذا لفت انتباهك كلمة اخر، لا ما هي هذه الاخر هذه بتحتمل، ما احنا المسلمين اخر الامم، وبيننا وبين بس اخر الامم قديش يعني؟ 2000 سنة، 1500 قدرها السيوطي، 1500 سنة قمرية مثلا اخر. وبالتالي ال 1500 اخر 100 و200 فيهن، هذه اخر ولا مش اخر؟ يكون في اخر. ايش الاخر؟ طبعا اذا احنا 1500 فرضا، مع اني انا مش موافق 1500، بس هذا اكثر واحد من علماء المسلمين قديما عمل تقديرات من احاديث شريفة. كل تقديرات القديمة راحت صارت وراء الا السيوطي تقديره 1500 سنة، 1500 سنة. طيب ال 1500 سنة اخر 200 اخر 200 اخر ولا مش اخر؟ اخر 300 اخر ولا مش اخر؟ مش هيك؟ يكون في اخر امتي خليفة يحثي او يحثو، بس هي يحثي المال حثيا. وقلنا لغة ايش يحثو، وهي الاشهر والاندر تعبير يحثي المال حثيا لا يعده عدا. ليش يعده؟ ليش؟ اذا الخير كثير يعد. ليش؟ اذا الخير كثير، وهو بالكم الخير مش كثير بلا، بس اللصوص كثار مش مخلين لحدا الله يخرب بيته. طب هذيك اليوم سقطوه في مصر، قديش متهمينه؟ قال ب 75 مليار. هذا قال يعني يا الله اكبر، اذا هو 75 وولادته ابصر قديش واللي حواليه قديش، هذه كاينه مصر بتعيش في رغد، هذه بتعيش في رغد مصر. وقديش ماكل الجيش والزعمات الجيش
ناهبين الأمة بتتراجع الأمة. أعوذ بالله من الشياطين، عمره ما عملها استعمار، هاي عمره ما عملها الاستعمار بهذا الشكل. هذا بنهبوا الأمة لصوصا لخرب بيتهم. الأمة غنية كثير، الأمة غنية كثير. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بس برضو احنا الخيرات اللي موجودة في الأمة هائلة. ما انتم شايفين برضو هذول اللي برضو في الخليج قاعدين بتآمروا كمان على الأمة. يا خرب بيتكم، مش شبعانين انتم؟ خايفين انه يعني ينقص السرقات، تنقص يعني اللي تسرقوها بكرة الناس تحاسبكم كمان. خايفين الناس تحاسبكم. شياطين شياطين. طيب الآن دقيقة شوية. قديش معنا يا عماد؟ ربع ساعة. طيب الآن في ناس بيخلطوا بين هذا الحديث وحديث ثاني. ويا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقول في نصيحته أو في وصيته: بشروا ولا تنفروا، أو بشرا ولا تنفرا. الأصل المسلم شو يكون؟ بشير. بصير يكون نذير طبعا لما يشوف الناس غلط. بس برضه شو الناس يعني، بس نذير؟ انت بدك تكون ايش؟ بشير. في ناس يا سبحان الله ممكن يحرفوا النصوص احيانا مشان يتلائم مع مزاجهم في تيئيس الامه. تيئيس الامه. في حديث صحيح بقول ايش هو؟ وهذا الحديث اللي بدي اذكره ما له علاقه بالحديث اللي خلصنا من شرحه، ما له علاقه. هم بدهم يجعلوا علاقه، فحرفوا بعض الفاظه. يعني بدل ما هي منعت، شو قالوا؟ منعت. طب لا، مش صحيح، هي منعت مش منعت. وهذه ممكن نفصل فيها طويلا، بس باختصار: اذا مش منعت العراق، منعت العراق. اختلف الآن، ما له علاقة هذا الحديث. شو هو الحديث؟ منعت العراق، لاحظوها، درهمها وقفيزها، أو قفيزها ودرهمها، أنه قبل الثاني. منعت العراق قفيزها ودرهمها، منعت مش منعت. غير عن هذاك يشكو العراق أن لا يجبى إليهم من برا قفيز، مش قفيزها، هي بتمنع قفيزها. فيش علاقة بين الحديثين. منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها. وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. حديث ثاني هذا. في ناس اليوم ببشروا الأمة إنه راح يجي حصار على مصر. أجا ولا ما جاش؟ ملوش علاقة الحديث. مش معناته أنا ضمنان يعني مصر. أجا ولا ما جاش ملوش علاقة الحديث في الموضوع. هون مختلف تماما. نشوف. إذن منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام دينارها ومديها، ومنعت مصر اردبها ودينارها. طبعا تقديم وتأخير مرات في الحديث مش قضية، أنو الاردب ولا بتمنعه كذا. إيش ممكن يكون تفسير هذا الحديث؟ أولا بدي ألفت انتباهكم إنه كيف ترتيب الدول الثلاثة هذول: العراق، شام، مصر. طب ما في بلاد مسلمة ثانية،
قبل شوي كان في كلام عن حصار لبلدين، موقعين من بلاد المسلمين، خلصنا. اللي بعدهم انفراج، اللي بعد الحصار انفراج. هون اشي ثاني، هون نتكلم عن 3 دول: منعت العراق، منعت الشام، منعت مصر. منعت ايش؟ منعت ايش؟ احنا بنعرف لما قاتل الخليفة الاول رضي الله تعالى عنه، قاتل مانعي ايش؟ الزكاة. شو يعني؟ ليش قاتلهم مانعي الزكاة؟ لانهم مش مستوعبين انهم في دولة، هدول ما بدهمش يطيعوا الدولة. وعنوان اصلا انك انت تابع اي دولة كانت قديما وحديثا، ايش عنوانها؟ تدفع ولا بتدفعش؟ الكويت لما ندفعش الضرائب احنا لاي واحد، شو بقول؟ بيشهر علينا السلاح على طول. انت بتدفعش؟ شو يعني بتدفعش؟ يعني مش انت من ضمن الدولة؟ فالعرب كانوا بتصوروا انه الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض العرب كانوا بتصوروا انه الرسول صلى الله عليه وسلم زي اسماعيل عليه السلام، يعني خلص اجى وذهب الرسول، اطعنا رسول الله 20 حجة فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده فتلك ويم الله قاسمة الظهر. هذا قال بسموه مرتد. هيو مسلم، هيو أطعنا رسول الله 20 حجة فيا لعباد الله ما لأبي بكر خير أيورثها بكرا إذا مات بعده فتلك ويم الله قاسمة الظهر. ما تصوروش الدولة هم. من أيام آدم عمره ما قام في الجزيرة العربية دولة، من أيام آدم عمره ما قام دولة في الجزيرة العربية تجمع العرب كلهم، ما عمره حصل. طب كيف انجمعت العرب كأمة؟ هذا شيء له علاقة بالدين على فكرة. مكة هي اللي جمعتهم، مكة اللي عملت العرب أمة. أما إنه في دولة في يوم، طب أنا بفهم الرومان مثلا قاموا دولة في يوم من الأيام، والفرس قاموا دولة، واليونان كانت دولة، وهنا كان دولة. أنتوا سمعتوا في الجزيرة العربية في يوم من الأيام كان في دولة؟ مين اللي عمل العرب إذا أمة؟ الدين اللي عملهم أمة. مكة ودين إسماعيل اللي عمل. أما دولة فهم تصوروا إنه إحنا قاعدين إسماعيل. أبو بكر قال لا، بنفهمكم غير هيك. الرسول مش جاي بس بدين، والدين منه الدولة. انتم مش فاهمين انها دولة لحد الآن. انتم مش كاينين عارفين انه الرئيس، انه الرسول صلى الله عليه وسلم برضه رئيس دولة. بنفهمكم. لذلك لما قال عمر بن الخطاب قال له لأبو بكر انت بتقتلوا المسلمين، هم هذول مش مرتدين عن الدين. واللي بيقول لك مسيلمة الكذاب مرتد، هذا غير صحيح، لأنه مسيلمة أصلا ما أسلمش حتى يرتد. هذاك اللي بيكون أسلم بعدين بيرتد، ما أسلمش هو أصلا. هذول لذلك سموها حرب مانعي الزكاة. بيصلوا الجماعة وبصوموا مسلمين، وأبو بكر بده يقاتل من يفرق بين صلاة وزكاة. هذول مش فاهمين إنه في دولة، هذول بدهم يضلوا بداوة. يعني الإسلام جاء مشان تظلك بدو. ولذلك بعض الناس سألني أكثر مرة وأنا استغربت كثير، أخوة بيسألوني أنت في كتابك بتقول إنه اللي بيكون بدوي وبتحول لحضر من الكبائر أن يرجع إلى البداوة. نعم، هذا من مبادئ الإسلام. أي جماعة تتحول من بداوة إلى حضارة، إلى الحضارة، إلى المدنية، من الكبائر أن ترجع إلى البداوة. وأحاديث صحيحة في الموضوع. وكان أي إنسان يرجع إلى البداوة يسألوه تعال أنت تعربت؟ كله له هيك، تعربت تخرج على الدين ترتكب كبائر أنت؟ ولا الدين الإسلامي ليش جاي؟ مشان يحضر حضارة. هاي بده يصنع حضارة. ترجعوا لي انتم بدو وترجعوا لي بدون دولة. لذلك ابو بكر فهمانها فقاتلهم حتى فهموا انه دولة. طيب، واول ما فتح لاحظوا لما دخل الدول اللي دخلت في سلطان المسلمين، اول ما دخلت اذا بتلاحظوا عراق، شام، مصر. وهذول لعلمكم عقر دار المسلمين والقلب والمركزية الشام. وفي عندك جناح شرقي وجناح ايش؟ غربي. هذول اهم 3 دول. عقر الدار وين؟ الشام الى يوم القيامة. عقر الدار الشام، هيك في الاحاديث الصحيحة. مركزية الاسلام هون الشام، بلاد الشام من النيل للفرات. المركزية ايش؟ الدولة الاسلامية والاسلام هون. ولذلك اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم هون. بعدين في جناح العراقي والجناح المصري، شرقي وغربي، هدول الاساس. ولذلك شو معنى الحديث؟ انه راح يجي يوم هدول ال3 يمنعوا، 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 يمنعوا،
يعني شو يعني تمنعوا؟ خلصنا. وعدتم، وكررها ثلاث، هن 3 بلدان على فكرة، 3 بلدان. وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من. إذا معناته هذا إشعار على فكرة إنه هذول ال3 أساس، وأول 3 أصلا خضعوا لحكم الإسلام، وكانوا يؤدوا المطلوب. يؤدوا المطلوب لمين؟ لخليفة. يؤدوا المطلوب لخليفة، بغض النظر هل الخليفة ضعيف قوي عدل ما عدلش، الإسلام بس كله إسلام. الخلل في البشر ممكن، لكن إسلام. تمام. هذول ال3 لما بيجتمعوا مش واحدة، لما بيجتمعوا انه تم، يعني ما عادش يدفع، خلصنا، يعني ما عادش يلتزم امام اشي فوق، ما عادش يلتزم امام اشي فوق، معناته عدتم من حيث بدأتم. طب كويس، وماله نعود من حيث بدأنا؟ اذا بدنا نعود زي الصحابة من حيث بدأنا جميل. لا، مش القضية قضية الإسلام. الإسلام مستمر إلى يوم القيامة، ومش معقول وعدتم من حيث بدأتم يعني عدنا زي الصحابة. ما هو بدأنا مسلمين، الصحابة وقمة، وهذا مش هاي المقصودة. إذن معناته عدتوا فوضى، مش هيك؟ قبل ما يجي الإسلام وحدكم، مش معناته من موحدش، لا، رجعنا من أول أبو جديد. وانتم شايفين راجعين من أول أبو جديد مع الصعاليك والجواسيس ولا لا؟ انتم شايفيننا راجعين من أول أبو جديد، هاي هالأيام هاي بترجعوا من أول أبو جديد. وعدتم من حيث ما بدأتم، وإذا بهم جواسيس، وإذا بهم أعداء الله، وإذا بهم ومفرطين في الحقوق، وأصلا فيش زكاة بيجمعوها، وفيش كذا آخره. والتركيز على هدول الدول ال3، لأنه هاي ال3 لما بترجع على فكرة كل العالم الإسلامي العربي راح ينشد لها، وكل العالم الإسلامي راح ينشد لها وتنهض. لأنه قلنا في قلب اللي هو بلاد الشام، هذا قلب، وفي جناح الشرقي، وفي الجناح الغربي، اللي هم هذول. لما ال3 ودرسوا الآن، وانت الآن منعت الناس، ما عادتش تلتزم بزكاة ولا بجباية ولا بتفاصيل في مواجهة رأس ما بتلتزموش. لما هذول ال3 شو اللي صار في الأمة؟ تباثرت الأمة ورجعت الآن من حيث بدأت. بس مش معناته نيأس، لأنه رجعنا من حيث بدأنا. طب ممتاز، يعني من واحد الآن راح نرجع نعيد من أول أبو جديد، نبني من أول أبو جديد. نبني إن شاء الله. لا لانه ما انتبهتش يا شيخ باسم اني قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال عكر دار المسلمين الشام، هي واحد في الاحاديث الصحيحه. 2 قال للصحابه راح تهاجروا تخرجوا، لانهم عارفين انه هذا مكان النزول، هذا مكان النزول مش مكان عكر دار المسلمين. نزول الرساله شيء، وين راح تكون حضاره الاسلام واشعاعه شيء ثاني. فسبحان اللي ربط، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، اللي ربط بينهم. ولذلك قال ابن حوالة قال خير لي يا رسول الله، ماذا عارفين بدهم يطلعوا، قال له خير لي يا رسول الله، قال له عليك بالشام، خيرة عبد الله يجتبي إليها خيرة من عباده. فالكلام عن مركزية الإسلام عبر التاريخ بعد الإسلام، نتكلمش عن النزول. إذا وين كانت تقوم الخلافة؟ قامت الخلافة لحظة، لأن الرسول كان يبشرهم راح تطلع من المدينة، راح تطلعوا من المدينة. دمشق، بغداد ضمت، دمشق قبلها الكوفة طبعا، قبل بغداد الكوفة، ثم بغداد عفوا، ثم دمشق، ثم بغداد، ثم وصلاح الدين، ما هو كان من القاهرة انطلق صلاح الدين، وفيما بعد العثمانيين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. منعت وخلصنا حكاية احنا عدنا من حيث بدأنا في إعادة الصياغة،